السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. طبعا بقى عايزة اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو لسه كده بقى حبيبة قلبي بتشوفي قناتي لأول مرة، انا زوزو. بعمل معاك روتينات، وصفات، فلوجات. والنهاردة بقى يا ست البنات تعالى نرجع وكل نشاط وحماس. عندنا روتين حلو جدا. قضينا يومين كده عند مامتي وقلت كده اعمل لكم روتين حلو جدا بما اني بقى اتاخرت عليكم. بس معلش بقى، اسفه اعذروني يعني. بيبقى ساعات والله غصب عني. قبل ما نبدا الفيديو بقى يا ست البنات، حط اللايك بتاعك كده واشتركي في القناه لو انت لسه بقى بتتفرجي ومش مشتركه. واعملي كومنت حلو كده منك زيك، يشجعني ان انا دايما انزل معاكي فيديو. النهاردة بقى يوم مشجع محفز زي ما تسميه سميه بقى. قضينا يومين كده عند مامتي لان كان في ظروف، يعني اخويا الصغير ربنا يخليه ويبارك له في عمره كان مسافر. فطبعا ما قدرتش اسيب ماما لوحدها كام يوم كده، عشان لان هو طبعا ربنا ما يحرمنا منه ابدا. هو طبعا كان اللي في البيت وكده، ربنا يخلي اخويا الكبير طبعا، بس يعني انتوا فاهمين انتوا فاهمين الصغير في البيت بيبقى له شأن كده خاص، وكمان يعني ربنا يصلح حاله. المهم، عايزه اقول لكم ادعوا له دعوه حلوه كده بظهر الغيب، ربنا يرزقه برزق حلال ويحقق له كل ما يتمنى، اللهم امين. ويرزقه بزوجه صالحه كده تريح قلبه هو وكل شباب امه سيدنا محمد. يلا بينا يا ست البنات، نشوف الفيديو بتاعنا بدأ من امتى وهينتهي لامتى. بس يلا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم علشان نلم حسنات كتير كتير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بدأ بقى طبعا، كان يعتبر يوم خميس، تمام. او اربع، لا كان يوم، ده كان يوم اربع عشان هو كان مسافر، يعني الخميس الصبح على طول، تمام. المهم يا حبيبة قلبي، رحنا بقى كده، ولادي خلصوا دروسهم كل حاجة الحمد لله. وحطيت لطيوري بقى مية بزيادة واكل بزيادة كام يوم دوم عشان ممكن اقعد يومين تلاتة. وطبعا بقى كنا سهرانين هناك اليوم ده، لاني احنا سهرانين بالليل بقى. هو ان شاء الله ربنا يصلح حاله كان هيمشي حوالي الساعة 5 الفجر كده او 6 الصبح، تمام. المهم بقى، كانت عماتي واعمامي ولاد عمامي ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم يا رب، وما يشوفش فيهم شر ابدا. كانوا متجمعين، ويا رب دايما كده متجمعين في الخير، وعقبال كده ما نتجمع في فرحه. ويبقى بقى عايزه اقول لكم اوريكم كل حاجه على اصولها كده. المهم نزلنا بقى الكراسي قدام البيت تحت. احنا عندنا طبعا قدام البيت هناك خضره وكده، فساعات بننزل قدام البيت وساعات لا. واخويا بقى جاب ذره ومش عارفه ايه، ولعوا شويه ذره زي ما انتوا شفتوا كده. هنا بقى كان عيني من جوه خلاص. ده الساعة 6 الصبح صحي بقى. جهز حاجته، طبعا كنا مجهزين له حاجته على بيات. عايزة اقول لكم اصعب ما في الحياة كلها والله العظيم الفراق. ربنا ما يكتبه علينا ابدا ابدا ابدا. آه الله المستعان. ربنا يصلح له حاله ويوفقه في حياته يا رب، اللهم امين. هو واللي زيه وكل مسلم في الدنيا. اللحظة دي طبعا بتفكرني وجوزي بيبقى مسافر. وبصوا بقى، يعني عايزة اقول لكم الواحد والله العظيم على قد ما بنشوف حلو في الدنيا، على قد ما بنشوف فراق في الدنيا. بصوا، هي دنيا بنقضيها بالطول وبالعرض، فربنا يصلح لهم حالهم ويا رب يرزقهم برزق حلال كده ويرجعهم مجبورين الخاطر، هو وزوجي وكل مغترب في الدنيا كلها. ما قدرناش نعمل حاجة الصراحة تاني يوم برضو، فلمينا بس فرش الكنب دي، الأوضة الأنترية، يعني هي أوضة على ما تفرق كده. بس نعمة وفضل ورضا من عند الله. المهم لميناها كده وروقنا الدنيا. وطبعا ماما كانت جوه بتعمل شوية حاجات، وانا هنا كنت قلت بقى نضفت بقى البلكونات ونفضت الشبابيك ومش عارفة وشلت السجادة دي على فكرة بره، نفضتها كده في البلكونة بره وسبتها بقى كده تتهوى وخرجت. ده كان اول يوم، تمام. المهم عملنا بعد كده؟ دخلت على المطبخ بقى، يعني عاوزين نحضر اكل. ده يعتبر يعني اول يوم. لما هو مش ربنا يصلح حاله ويجيبه بألف سلامة يا رب ويحقق له كل ما يتمنى.
شوفنا بقى شغلنا طبعا. مش عشان حد هيسافر عزيز على قلبنا هنفضل قاعدين حاطين ايدنا على خدنا. اي نعم هو الفراق صعب، اي نعم يعني بيوجع القلب. عايزه اقول لكم لما بشوف المقطع كده والله العظيم قلبي بيتوجع، بس ربنا يصلح لهم حالهم ويرزقهم برزق حلال يا رب، اللهم امين. دخلت بقى على المطبخ، كان في شويه ترتيبات كده وكنت محتاره الصراحه هنعمل اكل ايه. ففكرت ان انا اعمل مكرونه وبيض وبطاطس. قلت ايه اكله سريعه وهنعملها بسرعه كده وخلاص تمام. على فكره الوقت ده كانت اليوم ده كانت مرات اخويا مسافره، يعني كانت رايحه المصيف اللي انا اصلا نزلت لكم الفيديو بتاعه تمام. آه كانت هي بقى خرجت يا حبيبتي، كانت سافرت. فاللي هو ايه يعني مش هتعمل معايا اي حاجه في الفيديو الصراحه، هي احنا حضرنا بس بالليل مع بعض، وكانت المفروض تسافر تاني يوم العصر كده. المهم ربنا يبارك لها في اولادها وفي باباها ويخلي لها جوزها يا رب، اللهم امين. كانت هي بقى توكلت على الله كده، وانا قلت اقوم اشوف بقى شويه ترتيبات، عشان طبعا مش هيبقى هين عليا ان انا امشي واسيب ماما. يعني اي نعم مش هعمل كل حاجه، يعني بصوا هو في حاجات كتير قوي قوي بيبقى نفسي اعملها والله، بس الولاد معايا. بصوا ساعه ما بروح هناك يعني بيقعدوا بقى يتشاقوا، فاهمين. وانا ما بحبش كده الصراحه، يعني ما بحبش حد يبقى ان هم يعملوا شقاوة او كده، فدايما بيبقى مخليه بالك بقى، فاهمه ازاي. وكمان علشان هناك ارياف وكده مبقاش حباهم يخرجوا ويطلعوا بره وكده يعني. المهم مش عشان كده الارياف وحشه ولا حاجه، لا طبعا ده احسن ناس في الدنيا والله العظيم. احلى يومين بقضيهم اليومين ان انا بخرج اصلا واروح هناك عند ماما. آه خلصت رتبت الدنيا ولميت الحوض وظبطت الدنيا كلها، وحطيت حبة زيت كده يتقدحوا، وحطيت عليهم الصلصة او التسبيكة بتاعة الطماطم بتاعة المكرونة تمام. بعد ما خلصت كل حاجة بقى كده لقيت ايه، لقيت في شوية طراطيش كده حاجات على البوتاجاز من الجنب اللي هو جنب البوتاجاز ده على طول. عايزة اقول لكم حاجة، هي ماما مش مقصرة فيه خالص والله العظيم، بس المشكلة ان طبعا انتوا عارفين امهاتنا يعني مش ما يعرفوش الحاجات اللي هي الحديثة اللي طالعة بقى، فاهمين. يعني ماما كانت بتقول لي في مكان هنا قعدت تغسل فيه وتدعك فيه والمهم اتبهدلت. قلت لها يا ماما سيبيه وملكيش دعوة بيه كده، وانا ان شاء الله ابقى اجيب لك حاجة وانا جاية وهشيله في ثواني. والله العظيم عايزة اقول لكم ان اقل حاجة انا بعملها هي قعدت تعمل فيها يعني ممكن ساعة. مثلا الباور ده بتحطيه 3 دقايق بالظبط، وبتبداي تمسحي بالفوطه كده، او لو صعب قوي بتجيبي سلكه من اللي هي خشنه سبونشه دي وتغسليه بها وتمسحي بفوطه ناعمه بفوطه نظيفه او مبلوله. بصوا بتلاقي الحاجه بتلمع قدام. فهم يا حبايب قلبي فما يعرفوش الحاجات الحديثه دي، فاهمين ازاي، اللي هو الباور والسترس والحاجات اللي هي اللي طالعه بتنضف الحاجات دي في ثواني، فاهمين قصدي ازاي. بصوا انا مجرد والله ما كنت بمشي الفوطه عليه بينضف على طول. ف قلت ايه بقى، انا كنت هسيب لها الصراحه هي هتعمل، هي شطوره بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها في صحتها يا رب. مش بتحب تشوف اي حاجه مش نظيفه او كده. بس ايه انا قلت بقى يا بنت ايه، قومي اعملي واجب كده وتشمللي شويه يعني وشوفي شغلك يعني ايه حسسها ان انت عملت اي حاجه في اليوم اللي انت قاعداه. المهم حطيت الباور بقى تك تك كده وسبته حوالي 3 4 دقايق طبعا. عايزه اقول لك حاجه، البسي جوانتي لو انت ايدك بتتحسس او حاجه، لان هو فعلا صعب. او لو عندك اكل او اي حاجه مكشوفه طبعا تغطي حاجتك وتبقى بعيد، علشان هو طبعا مش صحي ولا حاجه، دي حاجه مضره تمام. ما شاء الله بصوا رشيت وبالفوطه اللي ماما بتمسح بيها بس الحك كده، خليت الدنيا زي الفل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طلع كده بيلمع. ما كانش فاضل بقى الا الجنب اللي هو ورا البوتاجاز على طول، بس قلت هخلص اكل الاول واشد البوتاجاز وبعدين اعمله. والصراحه الباور خلص وما لحقتش ان انا اعمله والله الصراحه. قلت ان شاء الله برضو يوم تاني اجيب وانا جايه وانضف لها المكان اللي هو ايه المفروض يتنضف. حطيت شويه على ميه على النار وقلت اسلق شويه مكرونه كده، وكمان اسلق بيض علشان بقى ده هيكون الغدا بتاعنا النهارده. بصوا يا جماعه عايزه اقول لكم في حد كده عزيز على قلبي قوي قوي وانا قلقانه عليه، هي ساميه.
بالله عليكي لو بتسمعي الفيديوهات بتاعتي ابعتيلي طمنيني عنك، لاني بجد والله العظيم قلقانه عليكي جدا، وبعتلك كتير كتير بس انت للاسف الله اعلم بقى بظروفك بتليفونك، مش عارفه. يا رب تكوني دايما بخير يا حبيبتي، ويكون اولادك بخير وتكوني بصحه جيده يا رب، اللهم امين. حطيت الصلصه على النار وسلقت المكرونه. بحب اسلق المكرونه سلق تام، يعني بصوا في ناس بتديلها نص سلقه وتحطها في الطماطم، لا انا سلقتها سلق حلو لغايه ما الواحده كده تيجي تقطعيها تتقطع بسهوله، يعني متبقاش فيها عقده. العقدة دي كنا الأول يقولوا ايه، اسلقي المكرونة نص سلقة يبقى فيها عقدة، وبعد كده حط عليها الصلصة بتاعتها. تمام. حضرت لهم بقى كده بطاطس وبيض وسلطة وشوية تركات كده على الماشي. تمام. ده كان الغدا بتاعنا. الغدا بتاعنا بيكون امتى؟ مثلا يكون على بعد العصر بساعة، الساعة 5 6 المغرب. فاللي هو ايه بيبقى غدا وعشاء وكده يعني. بس بقى يعني طول اليوم مثلا في كذا وجبة حاجة حلوة مش عارفة ايه، فاهمين قصدي ازاي. خلصنا بقى والولاد اتغدوا وجينا بالليل كده بقى. ماما عندها غازة صغيرة دايما بتاخد حاجة الشاي وتعملها عليها، علشان دايما بابا بيحب الشاي كتير. وغير كده وكده طبعا مش هتقدر كل شوية تقوم وتدخل المطبخ وكده. اخدنا فرشنا حتة سجادة بره كده وقعدنا. ده الباشمهندس بتاعي، فقعدنا كده بره وقعدنا بقى ايه، نلعب شوية، نهزر شوية، نتعارك شوية، نزعق شوية لحد ما ايه السهرة عدت. تمام. ده بابايا بقى، ربنا يحميه ويحفظه ويبارك لي في عمره يا رب. لما اول ما بروح هناك بيقعد بقى يلعب مع الولاد ويهزر معاهم، ربنا يبارك لي في عمره ودايما كده ما تحرم منه ابدا ابدا، هو ومامتي يا رب، وكل ام وكل اب على وش الدنيا. ده الاستاذ حسام طبعا يحب اللعب يموت، عاوز كده حد تأجريه يفضل يلعب معاه طول النهار، يا اما كده يا اما يعمل اي مشكلة او يعمل اي حاجة. المهم برضو ده تاني يوم بقى. احنا قعدنا هناك 4 ايام. تمام. فعايزة اقول لكم ان انا الروتين ده على مدار 4 ايام، يعني اول يومين ما صورتش حاجة الصراحة، وتاني يومين قلت يا بنت قومي كده بقى توكلي على الله وصوري اي حاجة نزلها للناس او شاركي يومك. يعني هما بيحبوا الفيديوهات اللي عند مامتي. تمام. ماما كان عندها بقى دوني، اللي هو مش دوني لا فريدة، بس بصوا تحفة 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 الصراحة، مش قادرة اقول لكم قد ايه النوع ده جميل جدا. ده اللي لونه لبني. كنست الارض وشلت السجاده اللي فيها برضو، وكانت ماما بقى ايه شالت الفرشه بتاعه السرير وهي بتغسل. كان ده يعتبر كان يوم الجمعه. ده كان يوم الجمعه علشان انا رحت السوق وجيت لقيت ماما لما الفرش ومشغله الغساله ولمت كل حاجه غسلتها وظبطت الدنيا. فقلت بقى انا ارتب الاوضه وامسحها كده بشويه معطر ما يبقاش فيها اي حاجه، وخلاص على كده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه كده يعتبر الشقة ما عادش فيها اي حاجة خالص، بسم الله ما شاء الله. اليوم ده بقى يعتبر احنا كنا هنروح فيه، يعني اليوم ده كنا معتبر هنروح فيه كده. المهم يا ولاد، عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله والله العظيم انا اخده دور بسم الله ما شاء الله، دور برد. زوري وجعني بس الحمد لله. آه خدت كده حبوب ومش عارفه ايه بنادول اكسترا، بس بجد يعني حلو قوي ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله قدرت افوق شويه. وادي بقى شكل الاوضه بعد ما خلصنا، شلنا كل حاجه وسيقنا مفيش اي حاجه بقى، وفتحت كده الشبابيك للشمس والهواء يدخل ما شاء الله، اللهم بارك. وده شكل الخضره بره بقى كده، بتبص من البلكونه ما شاء الله. فاللهم بارك يا رب. وعايزه اقول لكم ده الحمام برضو زي ظبطنا الدنيا، ماما خلصت وغسلت دي المكتات كده بتتحط قدام الحمام اعزكم الله، سيبناها تتصفى والحمام يتسيق وتظبط مفيش اي حاجه والدنيا تمام. مسحت برضو مسحه كده مكان ما دخلت برجلي. فعايزه اقول لكم النظافه حلوه قوي 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 بجد والله العظيم يا ولاد. دايما خليكوا كده مرتبين محافظين على كل حاجه،
علشان ربنا يبارك لك كده في حياتك وفي صحتك وفي اولادك، وتعلمي اولادك دايما ان هم يبقوا نضاف. صدقيني هيطلعوا كده هيحسوا ان الحياة حلوة، فاهمين؟ ما يبقوش واخدين على العفانة وكل حاجة مكركبة ومش في مكانها. تمام. ماما بقى هنا خلصت نشير وتمام، قلت لها سيبيلي بقى ايه الاوض انا هظبطها، بس الصراحة اتوديت وصليت الاول. وبعد كده لان اليوم ده كان يوم جمعة، خلاص اليوم ده كان يوم جمعة، خلصت بقى كده ورتبت الأوضة دي. برضو كنا شايلين الفرش بتاعها برضو كله، وعشان الغسالة كانت شغالة وغيرته، فرشت بقى ملايات جديدة وخداديات جديدة وكل حاجة جديدة. مش جديدة جديدة يعني، جديدة يعني متصبنة ومغسولة يعني. تمام. ودي بقى هنا عروسة نون حبيبة قلب عمتها، نيمتها لها على السرير كده عشان تبقى ساعات تنزل من فوق تلعب بيها تلاقيها ايه قدام. وبس كده بقى. دي كانت دي طبعا أوضة أخويا، ربنا يرجعه بألف ألف سلامة يا رب، مقبول الخاطر يا رب، اللهم أمين. طبعا احنا حاليا مستولين عليها بقى بننام فيها، فلما نمشي إن شاء الله تبقى نضيفة. كنت جبت بقى كده فرخاية من السوق نضفتها، وجيت بقى نقعتها كده بملح وخل وليمون وطماطمايه كده، هرستها في المية و حطيت عليها شوية دقيق وسبتها تتنقع نقعة تمام. خلاص. جبت بقى كده الفراخ. الصراحة الفراخ الوقت رخيصة، وعايزة اقول لكم اجدع فرخة ب200 جنيه. الفرخة دي كانت 3 كيلو و200 جرام. عايزة اقول لكم كانت عاملة حوالي 210. يعني بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يا رب تفضل على كده، ويا رب كل حاجة تنزل كده بالطريقة ده علشان الناس كده بصوا يعني تبقى الحياة حلوة، فاهمين ازاي؟ عملت بقى معاكم كذا مرة، شوحنا الفراخ وبالطريقة العادية دي، وحطيت عليها بقى طماطم وبصل والبهارات وكل حاجة بتاعتها، وحطيتها كده بقى ايه، وطيت عليها بقى وسبتها تاخد وتدي كده بشكل ودي. تمام. والأوضة بقى هنا خلصت ورحت فرشاها، فرشت السجادة بتاعتها وخلصت كل حاجة. وبصوا بقى في دخلة بعد العصر كده الشمس بتروح من على الشباك ده اصلا، فبنروح مقفلين بقى ايه الشبابيك، فاهمين قصدي ازاي؟ وكمان هنا كانت حلة الفراخ اللي هناك دي كانت حطاها بقى كده هتستوي مع نفسها، وهعمل شوية رز بالشعرية ودمتم على كده، مش ناوي اعمل اي حاجة تاني الصراحة. يعني ايه، لا ما كنتش ناوية. قلت كان على فكرة كان في مكرونة قبلها بايتة بيوم اللي انا كنت عاملاه، فقلت ايه هطلع المكرونة معاها مع شوية الفراخ عشان تتاكل خسارة وما تترميش. تمام. دخلت بقى فريرة لسه على ايه، على الأوضة اللي هي بتاعت الكنب اللي بره. خلاص كده كان الأستاذ حسام والأستاذ محمد الله يصلح حالهم كده كانوا مرمطينها والله العظيم الصراحة. ماما غسلت فرش الكنب. على فكرة في حاجة كمان كده اسمها ايه، حافظة كده بتتحط فوق الفرش، بس هي كانت لسه ما نشفتش عشان تقيلة شوية. فرشت الكنب وظبطت الدنيا نفضت السجادة دي، اخدتها تحت خالص عند السلم من تحت عند الرخام، ونفضتها تنفيضة محترمة كده. وجبت المعطر ده حلو قوي قوي، بسم الله ما شاء الله، مش عارفة ريحته اسمها ايه، ارابيسك على ما اعتقد. ريحته حلوة قوي قوي، من فريدة برضو. وخلصت بقى يا ولاد وقفلت الأوضة، وبس كده كان في الوقت ده بقى الاكل بتاعنا جهز. ودخلت بقى كده عملت شوية سلطة. طبعا ده كله بعدين، فاهمين قصدي ازاي؟ وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله، واعذروني ان انا بتاخر عليكم. ان شاء الله انزل معاكم فيديوهات تانية كتير. ادعوا لي كده دعوة حلوة بصلاح الحال، انا وانتم كل السامعين. وطبعا عايزه اقول لكم ان انا معايا لسه كذا فيديو كده، الخروجات بتاعتنا بقى في المصيف والسيرك وشويه حاجات كده حلوه قوي ان شاء الله. امنتج لكم الفيديو وانزله، استنوني بقى من الفيديو ده للفيديو اللي جاي، هتوحشوني جدا جدا. مع السلامه.